الصابون مشى. كلشي مشى كلشي مشى. حتى حاجه ما بقاتش غادي تعالج. ثم الفران ديال الضوء انت دابا كتشوف الخيط قطع، الثلاجه قطع عليها الخيط، يعني حتى حاجه ما زقله دار مهرسه من الداخل. عرفت هاد السيد انا كيفاش كيفكر. خليك معايا. هاد الروينه كامله كلشي الماريو راه كتشوف كما كتشوف راه حتى حاجه ما بقات. السطوره ديال الحمام ما خلاهمش. هادشي الوليدات مساكن كيداروا. السداد هو اللي قطعهم هكا بالزيزوار. ما خلاش موس. حتى من المخيط راك الشيء كما كتشوف راه كلشي يعني هاد السيد عاقل على راسو، خرج حوايج وخرج تلفازات وخرج داكشي المهم ديالو، الاغراض ديالو كاع اللي كيخصو داهم. خلينا حنا دابا دمرنا. يعني هاد البلاكار هو اللي مفرقع هادشي، هو اللي داير هادشي كامل. دارو هو بدا من الوحده ديال الليل هو بادي حتى 5 الصباح عاد مشى بالكامل. كله هو خدام. انا كنشوف فيه ولكن ما قدرتش نخرج عنده، خفت. واخا اختي اجي عندي لهاد البيت هذا، الناس اللي تدخلي عندي اختي هنا، حيدي ديك الايه القرانيه بعدا عندك تقرا لها، حيدي ديك حاجتك، حيديها اختي الله يرضي عليك. في هذا الفيديو سنروي لكم حكاية صادمة تقشعر لها الأبدان. زوجة قضت 15 عاما في عش الزوجية قبل أن تتحول حياتها بين ليلة وضحاها إلى فوضى ورعب ودمار داخل البيت. لم تعد الجدران كما كانت، ولم تعد الأشياء في أماكنها. لكن الأخطر ليس كسر الأثاث، بل كسر القلوب والنفوس. ما الذي حدث في تلك الليلة؟ ولماذا تصر الزوجة على القول إن ما جرى لم يكن لحظة غضب عابرة بل انهيارا كاملا داخل البيت؟ في هذا البث ستكشف الزوجة بصوتها هي تفاصيل ما وقع، وتروي ما عاشته مع أطفالها لحظة بلحظة. تابعوا معنا إلى نهاية الفيديو لتسمعوا القصة كاملة، ولتعرفوا هل ما حدث كان نوبة غضب، أم أن هناك أسرارا أخطر مما يبدو للعيان. هذا الراجل ديالي اللي تعاشرت معاه 15 عام، وهذا معاه 3 ديال الوليدات، هو اللي دار لي الحاله كامله. ما عرفتش علاش حقرني، انا بغيت نعرف علاش حقرني، واش ما عرفتش بان كاين القانون، واش ما عرفتش بان كاين المرح. شوف هذاك الشيء اللي درتي لي عيب انا مني ما درتيش بوجهي ديالك. واش هاد الولاد ما تشردوش من نهار ما لقاو فين ينعسوا، من نهار ما لقاوش باش يتغطاو. واش انت ديتي الخصوصيات ديالك، ديتي الحوايج اللي ديالك، واش الاخر كلشي دمرتي لينا. علاش؟ شوف اشنو درت لك. ياك خدمت معاك، تعاونت معاك، رديت عليك الزمان، طيبت على طيبت على ولادك، ما قلتش ياك ما كندويش. ولكن راه فات الطاقه ديالي صافي، ما بقيتش قادره نصبر. صافي 3 ديال الوليدات راه قاطعه عليا باش نهزهم بوحدي. ملي كندوي على هذا الشيء ما كيتقبلهاش، اما ما كنبقاوش ندويو 20 يوم ولا شهر، واما كيوقع هذا الشيء هذا. شنو وقع ما درت ليه والو. هذا السيد البارح كان عندنا واحد الغرض انا وبنتي، جيت ما كايناش شي ساعتين، جا كنسمع في الباب كيطرطخ من واحد الهضره ما كتقالش. صافي عرفت القضيه بالليل ما غاديش نعسوا. قلت لوليداتي تعالوا غادي نمشيو عند ماما ونعسوا عندها، ما غاديش نقدروا الا جينا جاو لقانا يعني راه غيقدر اما يفوت فيه. اسمح لي بعد واحد الدقيقه، واحد التعليق مستفز، ولكن غادي نجاوب. هاد حشمت نقول شي كلمه نسبو. انت اللي كتقول ما عندكش الحق الشريف تدخل عند السيده راجلها ما كاينش، انت عارف شكون كاين معنا في الدار الشريف؟ سير ديها في راسك، سير ديها في راسك، سير نتوما مقابلين الحضيق. لا دوي اختي دوي. لا ندوي راه كاينين حنا خواتاتها، ما عرفت. سمعتيها الشريف؟ سمعتيها الشريف؟ انا راجل ختها، سير ديها في راسك. ما عرفت. حتى سير ديها في راسك. غادي نوريو عباد الله. حتى سير ديها في راسك، سير ديها في راسك، سير ديها في راسك. سبحان الله العظيم شوف البشر كيفاش دايرين. سير ديها في راسك، سير ديها في راسك. خلي راجل يجي يسلخني، عاد ديها في راسك انت. كملي لنا اختي، كملي لنا اختي، كملي. قلت لك ملي جاو بدا كيعيط مع ديك 10 ديال الليل، صافي حنا عرفنا بان ملي غادي يرجع ما غاديش يخلينا نعسوا. هزيت ولادي مشيت عند الوالده ديالي، صافي سدينا علينا، صافي بحال ما كاينينش. صافي جا مع الوحده كنسمع في التراس، كنسمع في التقاطيط، كنسمع في المعيور اللي عندي اوديوات، عندي تسجيلات كتثبت هذا الشيء. واحد الهضره ما كتسمعش. عيب انني نقول هذيك الهضره اللي كيقول في حقي انا، اللي عارفني انا 15 عام ومتزوج بي، عارفني اشنو كنسوى. راه خديتيني بنت دارنا وخديتيني من عند والديا، راه حشومه داكشي اللي حطيتي فيا، راني وادا معاك 3 ديال الوليدات. هادشي كله ما ضرنيش. هاد الهضره ماشي كنسمعها اليوم، كنسمعها ديما، ولكن باش يدير لي هاد الحاله بحال لا حول ولا قوه الا بالله. لا عيب هادشي، عيب هادشي اللي دار. معشوقه اختي، معشوقه من الوحده هو بادي، قسما بالله ربي شهد عليا، انا من الوحده هو بادي حتى ل5 الا ربع عاد داني النعاس، ما عقلتش على راسي. وانا كنفيقه معاه
حتى ل5 الله رب، ولكن باش نقول لك ما خرجتش عنده ولا قلت لك نحل الباب ما حليتش الباب. يعني خليته، ما نقدرش نواجهه، انا ما نقدرش، لان السيد انا كنسمع فيه كيضرب بشي حاجه في الحيط. شنو هذا الله اعلم. هذا الشيء هذا كما كتشوف راه باين بالجنويه، راه باين هذا الشيء باش ولا مقص ولا الله اعلم. يعني هذا السيد انا طليت عليه انا ضروري ما غاديش، ضروري غيضربني ولا غيدير يخسر ليا وجهي، والله اعلم شنو غيدير. انت بقيتي مخبيه. ما صافي، انا عرفت داك الشيء اللي كيدير فيه، انا عرفته لانه هو كنسمع فيك والله ما غنخلي لك شي حاجه. وهذا الشيء انا كنقولوا راه هو الا شاف هذا الشيء راه يعرفني ما كنكذبش. كتقول والله ما نخلي لك شي حاجه، كنسمع فيك هرس داك الشيء ما قدرتش نخرج عنده. لا حول ولا قوه. ولكن هذا الشيء اللي دار يعني هذا الشيء اللي دار لي راه ما كنستاهلوش، هو عارفني. ياك انا تعاونت معاه وصبرت معاه والناس كلهم كيشهدوا هذا الشيء، نديرها بيعه وشريه ومقاتله معاه على الوقت. معيش هذوك الدراري اللي مرات كندوز ليه اللي وقعت شي حاجه انا تصير مني انا، ولكن علاش يخليك انت دير لي هذا الشيء؟ علاش؟ شنو السبب؟ اشنو كتقول القانون ما كاينش؟ الحمد لله كاين القانون في البلاد. تشوف الحالات بانه خليك معايا اختي غير باش هذا اللي كيدوي دابا باقي تيشوف اشنو. انا ما خممتش فيا، انا خمم وليدات هادشي، انا صحتي تعطبات وليت مريضه مابقيتش قادره نخدم على الدراري، انا كنقاوم راني واقفه غادي نسوس، ولكن راه حرام عليك نجي تما. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اختي العزيزه ما تقدريش مثلا كانت الوليدات اللي انا كنقول كنشوف يعني ما عنديش علاقه بهادشي. انا غير مثلا نقول لك يعني والصلح خير. مثلا بالنسبه لك انت والده معها 3 ديال الوليدات تبارك الله، 15 عام ديال الزواج ما ساهلاش. شي بحد ذاتها انك تصبري اختي 15 عام راه ما ساهلاش. يعترف بها هو ولا ما يعترفش بها، انا كنعترف بها. انا بالله انا صبرت بزاف، وانت راك عارف واش دوزت عليا. ياك انايا الليل وكنت كنجري، ياك انا كنت كنجي من العراق حتى بنايا على رجليا وانا باكله الصباح. واش هادشي ما كيخلعكش؟ واش ما كتقولش فيها ان الله راه غيحاسبك واحد النهار على هادشي اللي درتي ليا؟ دمرني من الداخل، ما نكذبش عليك، نفسيتي دمرت صافي. لا حول ولا قوه الا ولادك ولاو كيعاتبوني، ولادي ولاو كيعاتبوني. الدري الصغير كيقول لي ماما شحال انت كتحلفي كتقولي لنا غندير لكم حل وما درتيش لينا. ما يمكنش نخلي ولادي عندي يكبروا في هذا الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي اللي كتقولوا كلام زوين وكتصبروا فينا، بارك الله فيكم، وكتصبروا في هذه السيده، شكرا لكم بزاف. ولاد الناس هما هادو. اختي العزيزه ما تاخذي دابا تخيلي معايا دابا انت باقا ما درتيش شكايه، باقا ما درتيش. لا حتى الغدا ان شاء الله. واش عرفتي درتي شكايه؟ لا ندير شكايه عند وكيل الملك باش نعرف نثبت بان القانون كاين، لان هذا السيد كيقول لك ما كاينش قانون، ما عندهم ما يديروا لي، لا غيديروا لك. الحمد لله حنا عندنا الملك ديالنا الله يخلي لنا، عندنا قانون في البلاد الحمد لله. ما عنديش باش غنخاف، انا غنمشي للقانون، القانون ما غاديش يحشمني وغادي ياخذ لي حقي، لا انا لا الوالده ديالي لا خوتي صافي. السيد باش ناكد للناس اللي غيقولوا هذا السيد في كامل القوى العقليه وعارف شنو كيدير، دا التلفازات ودا حوايجه وما ادى حتى شي حاجه، وحوايج ولادي باقين كما كتشوفوا فيهم، غير حوايجي انا. وهذاك الشيء اللي كيخص المراه يعني الثلاجه ماكينه، هذاك الشيء من الضروريات ديال المراه خصها تكون عندها في الدار. هذا الشيء هو اللي تدمر صافي. من حوايج ولادي كلشي باقي هو هذا، غير انا اللي دمرت ودمر لي داك الشيء. لا منطق انت من المنطق دا ما خليناش باش نتغطاو، ماشي حشومه، تغطى بحيتي لينا، خليتي لي منطقه وحده. اختي العزيزه يعني كاينين كما قلت لك، كاينين الناس اللي كيتفرجوا كيقول لك حاول تدخل بيناتهم خيط ابيض. وليد عنده شي 12 عام دابا، 12 عام وازماتيك، هي مرضت بفقر الدم بسبب هذا الشيء اللي كنعيشوه دابا. اختي بالنسبه لك زعما كما كنقولوا كلشي كيتخلف، ولكن ان الحياه تعاودها من الاول ازيرو كما كنقولوا هي اللي صعيبه اختي. كيقول لك ضل راجل ولا ضل حيط. لا انا لا اخر شيء تسولتي عليا برا غيقول لك الناس هاد السيده بزاف هاد السيده الهضره اللي كتسمع على راسها بزاف. انا كنمشي نتقدى ونجيب السلعه نبيعها للناس، هو كيقول لي شنو كان كيدير لك، انا كيف كنتي كتمشي فين كان كيدير لك هذا؟ راه حشومه هادشي، حشومه. كتقول ما عاقلش وكتصبح صباح وكتطلب السماح وكيقولوا غفور رحيم، ولكن باش هادشي بغى يتكرر لي انا كل نهار بزاف عليا. انا صعيب عليا، وليت مريضه بالقلب، الطونسيو، بالسكر، يعني فين غادا انا؟ فين غادا نموت ونخلي ديك الدريه تامه؟ لا حول ولا قوه. وعاد التهديدات وهذا الشيء كنقولوا اقسم بالله تنقولوا قدامه، تيقول لك والله تنخرج ندخل ونخرج غندير لك وباش يبان الطريقه اللي كنقول انا، الطريقه اللي ما خصهاش تقال كاع. وانا عندي اوديوات وعندي تسجيلات بان هذا الشيء اللي قال فيا راه ما خصوش يقولوا، وكيسمعوا الوليدات كيسمعوا الدراري، خضره خايبه كيسمعوا على ودنيهم. داك الجو ديال الخير. اذا بطبيعه الحال مره اخرى حنا اكيد اول حاجه
لأن الله سبحانه وتعالى دائما في الكتاب العزيز ديالو كيتكلم على الصلح خير، خصوصا ما بين الزوج والزوجه. وحتى القاضي ملي كتمشي عنده ماشي الجلسه الاولى كيقضي، لا كيبقى يصيفطكم وكيبقى كيحاول انه يصلح ما بين ذات البين كما كنقولوا، لانه خصوصا اذا كانوا الوليدات ما بين المراه والراجل ما كيعرف الا الله سبحانه وتعالى شنو واقع. هذه السيده كما كنقولوا غيض من فيض بالنسبه لها، والشخص او الطرف الاخر يعني بطبيعه الحال ما سمعناش، ولكن اللي كنتمناو ان الامور تحسن على قبل دوك الوليدات. مره اخرى كنقول على قبل دوك الوليدات، هذه هي الهضره اللي كاينه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة المؤلمة التي تحمل بين سطورها الكثير من العبر. فالبيوت تبنى بالمودة والرحمة، لكنها قد تنهار في لحظة عندما يغيب العقل والحوار. ما عاشته هذه الأسرة ليس مجرد خسارة للأثاث والأغراض، بل جرح عميق في النفوس يحتاج إلى وقت طويل ليشفى. نتمنى بصدق أن تعود الطمأنينة إلى قلوب هؤلاء الأطفال، وأن يصلح الله شأن الزوجين، وأن يكون القانون ملجأ لكل من ظلم أو عان. ما رأيكم أنتم؟ هل الصلح ما زال ممكنا؟ أم أن الجراح أصبحت أعمق من أن تضم؟ إن أعجبكم هذا المحتوى وتريدون منا الاستمرار في نقل مثل هذه القصص الواقعية المؤثرة، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ودعمنا بالإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. دعمكم يشجعنا على تقديم الأفضل دائما.